هل فعلا أتباع الفرقة الوهابية في تزايد اليومين هذول؟ الصحيح أنه لا، خصوصا بعد حرب غزة. الأمة لاحظت شيء، طبيعة التدين البسيط في فلسطين والإيمان الراسخ وفهم عميق للقرآن الكريم أنتج جيل مقاتل وشرس. أجوا يقارنوه بالتدين الوهابي الساذج اللي عبارة عن شكل بلا مضمون، وجدوا أنه كل المصطلحات زي العقيدة والولاء والبراء اللي مشايخ الوهابية لهم سنين بيصيحوا فيها طلع كله في شنك وبيستخدموهوش في وقت ما الأمة بتحتاجه. ولقيوا أنه هذا الإنسان البسيط قاعد بيقدم للدين كل شيء في سبيل الله. أيضا مشايخ الوهابية هدموا السردية تاعتهم وفتحوا عقول الناس بسبب مواقفهم السيئة والخسيسة تجاه المسلمين، أمثال عثمان الخميس والفوزان صناديد المعبد الوهابي اللي كانوا الأمة بتنذبح وهم بتناقشوا هل يجوز بيع الحيوانات المنوية تاعت الخيل، هل يجوز ارتداء القبعة، وبيطلع عثمان الخميس بهاجم رجال الله في غزة. فلقيتوا الناس اللي كانت زمان ما تسترجيش تفتح ثمها في كلمة عليهم بسبب الكهنوتية المصنوعة لهم زيهم زي بابوات الكاثوليك في العصور الوسطى في أوروبا، اليوم بتحط عليهم وبتعمل لهم مداس الأمة الإسلامية وبتبهدلهم. شفتوا هذا الموضوع بعينكم. طب ليش خطابهم منتشر؟ انت ممكن تقعد مع انسان مسلم حافظ للقرآن وملتزم وعنده علم شرعي وما تعرفش. أمتنا في طبيعتها لا يوجد عندها رياء المفترض، ولكن الوهابية مع الأسف الشديد عندهم رياء. أنت مجرد ما تفوت على صفحته حتعرف إنه وهابي، لأنه بحب إنه يبين، بحب يكون مميز عن الناس، بحب إنه يظهر. هو إذا قرأ كتاب بنزلهوش ستوري، إنما بحط صورة بروفايل عشان ما يناقش حدا يورينا أنا قارئ. وأيضا شوفوهم بالتعليقات، هذا بالنار، هذا كافر، هذا بالجنة. فرقة ناجية، هم معهم مفاتيح الجنة والنار. خطابهم ليش بينتشر؟ ببساطة، أول شيء بدغدغوا عواطف الناس بمصطلحات زي العقيدة والولاء والبراء والتوحيد. اثنين، خطابهم لا يستدعي أي نوع من استخدام العقل، لأنه عندهم استخدام العقل بدعة. فالناس اللي مخها مطلسم بكيفوا على الخطاب تاعهم اللي ما فيش فيه أي نوع من استخدام العقل. أيضا في أموال بتنصرف عليهم، روح شوف أنت مشايخهم كلهم عندهم استديوهات ومعهم أموال غفيرة بتنصرف على البرامج تاعتهم. ابحث عن أي فتوى حتلاقيهم أول ناس بيطلعوا لك بالجوجل واليوتيوب، لأنه في حدا بده إياهم هم يظهروا. وأخيرا عملوا هالة مش طبيعية للمشايخ تاعونهم، رغم إنه مشايخهم يقولوا صغيرة هالقد يعني وبفهموش، بس صدروا لك إياهم انهم علماء الأمة، لأنه الشيطان الأكبر بده إياهم يتصدروا.